انا متجوزة بقالي 3 سنين. من سنة اشتغلت. انا ما كنتش ناوية ارجع اشتغل تاني، لكن ظروف جوزي هي اللي خلتني اعمل كده. مع اني والله مش هين عليا اسيب بنتي، لكن قلت اديني بشتغل علشان لما تحتاج اي حاجة اقدر اوفرها لها. خصوصا ان جوزي اهله في المقام الاول، واحنا بقى مش مهم لو محتاجين حاجة واهله محتاجين حاجة بيقول اهله اولى، واحنا نصبر. هو ده اللي خلاني اجي على نفسي وانزل اشتغل، وبقيت اسيب بنتي لامي. بعد ما اشتغلت بكام شهر لقيت جوزي بيقول لي هو انتي مش ناوية بقى تساعدي معايا في مصاريف الهدية اللي بجيبها لامي كل شهر؟ قلت له ليه ان شاء الله، هي دي امك ولا امي انا؟ قال لي ما هي زي امك. قلت له لا، من الواجب والاصول اننا نجيب لها فاكهة حلويات، لكن مش كل شهر تجيب لها هدية غالية وكل كام شهر تجيب لها دهب. دي حاجة بتاعتك مش بتاعتي. معلش يعني انا مش قصدي حاجة، لكن مش شحات وعايز عيش فينه، انت حالتك المادية على قدها ومامتك عارفة ده. وبعدين من يوم ما انا اشتغلت وانت مقصر معايا في كل حاجة انا وبنتك. ومعلش عاوز اسألك سؤال، هو انت ليه ما بتخلينيش اجيب لامي هدية زي ما انت ما بتجيب لامك هدية؟ قال لي انت ما تعرفيش امي عملت معانا ايه. قلت له معلش كل الامهات بيعملوا، اشمعنى انت امك غاليه وانا امي لا؟ الفلوس اللي انا بساعد فيها في البيت وبجيب لبنتك كل اللي هي عايزاها، واحيانا انت بتستلف مني فلوس، كل ده بسبب مين؟ مش بسبب ربنا وبعد كده امي؟ مش امي هي اللي قاعده ببنتي؟ على فكره انا من النوع اللي عمري ما اودي حضانه، ولو كنت هودي بنتي حضانه استحاله كنت اشتغل. زعق معايا وقال لي كل الحوار ده علشان ما تدينيش فلوس اجيب لامي هديه. قلت له اه، ومن ساعتها وانا متضايقه جدا من تصرفاته معايا، يا ريت تقولوا لي اعمل معاها ايه.